كيس المخده اللي حاطط وشك عليه 8 ساعات كل ليله، بعد اسبوع واحد بيتجمع عليه ملايين البكتيريا وخلايا جلد ميته وحشرات صغيره مش بتشوفها بعينك وانت نايم في نص، وده مجرد حاجه واحده من حاجات بنعملها في بيوتنا كل يوم وفاكرينها نظيفه. النهارده هاخدك في جوله في بيتك من الباب لحد المطبخ واوريك العادات اللي بتنقل او بتراكم حاجات انت مش شايفها بعينك. بنبدا من باب البيت باختصار لاني اتكلمت عنها قبل كده والناس اعترضت. الدخول بالجزمه لجوه البيت، الجزمه اللي بتمشي بيها في الشارع باحثين فحصوا نعلها ولقوا عليه مئات الاف من البكتيريا وبتتنقل لارضيه بيتك وتفضل عايش عليها ايام. والحل بسيط، اقلع جزمتك عند الباب وخلي شبشب مخصص للبيت، ده مهم خصوصا لو عندك اطفال بيلعبوا على الارض. ومن الباب تعالى ندخل الحمام. اول ما تخلص دش بتنشف بالفوطه وبتعلقها وبتستخدمها تاني وتالت والايام وفي ناس اسابيع. الاحساس انها نظيفه لانك بتستخدمها وانت مستحمي، بس ده بالظبط اصل المشكله. كل مره بتنشف بيها بتنقل خلايا جلد ميته ورطوبه على الفوطه، والفوطه المبلوله المتعلقه في حمام دافي ومقفول بتبقى بيئه مثاليه للبكتيريا والفطريات عشان تكتر عليها. عشان كده الخبراء بينصحوا انك تغسل فوطه الحمام كل استخدامين تقريبا، ولو الحمام رطب والفوطه ما بتنشفش كويس مش عايز اقول لك ان مره واحده كفايه قوي. الريحه الوحشه اللي بتطلع من الفوطه احيانا دي مش ريحه البلل، دي علامه على البكتيريا اللي اتكسرت فيها. فمهم انك تغير الفوطه او تغسلها بانتظام، وبعد كل استحمام انشرها مفروده في مكان متهوي عشان تنشف تماما مش مكوره على العلاقه. الفوطه الجافه بكتيريتها اقل بكتير من المبلوله. ومن الحمام تعالى لاوضه النوم، دي محطه هتخض ناس كتير. احنا بنقضي تلت حياتنا في السرير وبنغير الملايات كل ما نفتكر، بس اللي بيتراكم فيها مش بيبان بالعين. كل ليله انت بتفرز عرق وزيوت من جلدك وبتسقط الاف خلايا الجلد الميته، كل ده بيتجمع في الملايه والمخده ويتحول لمكان للبكتيريا وحشرات الفراش، كائنات دقيقه بتتغذى على خلايا الجلد ومخلفات حشرات الفراش دي تحديدا من اقوى مسببات الحساسيه وبتزود اعراض الربو وحساسيه الانف والاكزيما. والرقم اللي هيصدمك، اختبارات معمليه لقت ان كيس المخده بعد اسبوع واحد من غير غسيل بيتجمع عليه ملايين البكتيريا وانت حاطط وشك عليه 8 ساعات كل ليله. ده كمان ممكن يكون سبب حبوب الوش اللي مش عارف مصدرها. والحل، اغسل الملايات وكيس المخده مره كل اسبوع، وكيس المخده تحديدا ممكن كل 3 او 4 ايام لو عندك بشره بتطلع حبوب. والمخده نفسها اللي هي الحشوه اغسلها كل كام شهر وغيرها كل سنتين. ونصيحه بسيطه بتفرق، اول ما تصحى ما توضبش السرير على طول، اقلب الغطا وسيب الفرش يتهوى وينشف من الرطوبه والعرق شويه الاول عشان تقلل البيئه اللي الحشرات دي بتحبها.